كل الهلا بيكم حبايب قلبي. شوفوا هالكليتش شلون طلعت تخبل. تعالوا شوفوا مقاديرها. احنا عندنا الطحين هنا اخذنا تقريبا 9 أكواب، كل كوب 200 غرام. طحين صفر لازم يكون حتى يطلع كلش طيب بالكليتشة مثل ما تشوفون ويانا. بهذا الكوب انا قست ووزنته بالميزان طلع 200 غرام كل كوب. 9 أكواب طحين، وهذا كوب أدنى من الحليب الباودر، وعندي الهيل والملح، لازم نخلي ملح طبعا. فهاي كلها نخلطها المواد الجافة، وعندنا البيكنج باودر راح ناخذ ملعقة صغيرة، أو إذا عندكم بالملعقة الكبيرة ناخذ تقريبا ربعها. كل المواد هذه نخلطها جافة بالبداية مثل ما تشوفون حبايبي. هاي العجينة راح تطلع وياكم هشة وتخبل، حتى لو تفرزوها وتردون تحموها ترجع كأنه جديدة، وما بيها نسبة دسامة عالية. هسه هذا الدهن احنا او السمنة نقول عليها راح ناخذ كوبين، وراح يطلع تقريبا وياها فد ملعقتين زيادة، ملعقتين أكل من هاي السمنة أو الزبدة. شوف شنو اللي عندكم متوفر، بس الزيت لا تستخدموا لين يبسها. السمنة أو الدهن تنطيها طراوة للعجينة. نبدي نخلط الدهن مثل ما تشوفون أو السمنة ويا الطحين، ونحاول نلابسها كل زين. يعني احنا عندنا 9 أكواب، كل كوب 200 غرام، أخذ له تقريبا كوبين وشوية من الدهن. بنفس الكوب اللي قسنا بيه الطحين راح نقيس بيه الدهن. من تلزموها بيديكم وتصير بهالشكل هذا، يعني تلزموها تمسك وياكم، هي هاي خلص بعد العجينة راح تطلع مضبوطة وياكم. هنا عندنا قلاص من اللبن الزبادي فرغناه بهذه الكاسة. إذا عندكم مطلعين من الثلاجة وبارد تخلون عليه شوية مي ساخن يكون، حتى ويا البرودة مالت اللبن يصير دافي. خلينا ملعقة كوب من السكر. هنا أنا خليت المي الساخن لأن أنا كان اللبن مطلعته من الثلاجة وبارد، فهنا تكاسر ويا المي الساخن صار تقريبا دافي. تقريبا أخذنا ملعقة كوب ممسوحة من الخميرة الجافة. بعد ما تركناها شوية وبدت تتخمر، هنا نزلنا هذه السوائل كلها على الطحين مالتنا. بديت أخلطها بالملعقة. فهسه احنا تقريبا شقد أخذنا كوب واحد من المي مع هذا القلاص اللي هو اللبن الزبادي، وراح نضيف هنا الكوب الثاني بالتدريج. ضفت قسم من عنده. شوفوا هاي الطريقة حبايب استخدموها مثل ما دا أسويها أنا، راح تنجح وياكم وتطلع العجينة هشة وتخبل. هسه ضفت الكوب كله كامل، فصار عندي كوبين من المي ويا اللبن الزبادي. هاي العفو العلبة اللي شفتوها. نعجنه كل الزين، وهاي الطريقة شوفوا ترفعون العجين وتنزلوه بقوة، فهنا يصير العجينة عندكم كلش هشة ما شاء الله. هذا الجوز عندنا حطيته بهذا الكيس، وراح أبدي أكسره. ما نريده يعني نطحنه زايد، لا، على كيفنا لحد ما يتكسر بس ما ينطحن. هذا عندي شكر مطحون طحنته بالطاحونة، ومثل ما تشوفون الجوز ما يعني مطحون كلش، لا يعني مبين متكسر كأنه بالإيد. خلطت عليه تقريبا 3 ملاعق من السكر، وهو 200 غرام هذا الجوز طبعا. حطيت عليه 3 ملاعق سكر مطحون، وملعقة كوب من الهيل المطحون. هنا عندي جوز هند شوية سويت، هم خلطت عليه سكر مطحون. وهذا التمر عندي مسوي أنا كمية
سهيتها على النار بشوية زيت وحطيت لها هيل وحاطتها بكيس وحافظتها بالفريزر، كل ما أريد أشتغل أطلع. هنا أنا عندي حليب باودر ضفت عليه شوية فانيلا وشوية مي وبيضة، هاي حتى بعدين نمسح على الكليتشة ونشويها، وشوية عندي سكر مطحون هم خليت عليها حتى تنطي حمار للعجينة. العجينة رأسا اشتغلت بيها ما خليتها ترتاح لأن هي أصلا بيها بيكنج باودر، وعندنا الخمرة هم حطينا شوية فما شاء الله وصارت هشة وتخبل. بديت أكورها كور صغار صغار حتى نبدي نحشيها مثل ما تشوفون حبايبي. بديت طبعا بأم الجوز، تعرفوها انتو، ضفيرة تنضفر ضفيرة ويطلع شكلها ما شاء الله كلش حلو. أنا حاطت لي ماعون ودا أفتح بيه العجينة على مود تطلع خفيفة. هنا بديت أحشي جوز الهند، من تفتحوها وتحشوها وتجون تلمون العجينة، أي عجين زيادة تشيلوه حتى لا تصير ثخينة وياكم، تبقى خفيفة وحشوتها زايدة وتطلع تخبل، وتبصموها بأي بصمة عندكم وتخلوها بالتبسي. طبعا تبسي تكونون داهنيه بدهن أو زبد أحسن من الزيت حتى لا تيبس العجينة وياكم حبايبي. هسه جينا دا نفتح العجينة دا نحشيها تمر، تفتحوها خفيفة. ما أقولكم العجينة شلون صارت هشة وتخبل، شوف شلون تنفتح بكل سهولة ما شاء الله. عندي كيس نايلون نظيف، راح أخذ شوية من التمر وأخليه بهذا الكيس النايلون أطبقه، وبعدين أفتحها بالشبك حتى تطلع يعني يطلع التمر ويانا خفيف، ونحطه على العجينة. بهاي الصورة حبايبي مثل ما تشوفون. الأطراف العجين الزايد ينقص وينشال، والباقي نجي نبرمها ونبقى بهاي الطريقة نسويها حتى ما تنفتح ويانا، ندوسها شوية ونبدي نقصقصها مثل ما تشوفون. بطرف السكين نجي نسوي فتحات، فتحتين أو 3، أو نقول إحنا شلون نقول نشكشكها للعجينة يعني حتى لا تنفخ وتبقى محافظة على شكلها. هسه هذا اللي سويناه إحنا، الخليط اللي هو عبارة عن الحليب الباودر والشوية فانيلا والبيض كل هذا والسكر المطحون، جينا خليناه على الوجه وشوفوها شلون طلعت حبايبي. والله تخبل ما شاء الله شلون كليتش. هاي تفرزوها وتجون تحموها ترجع لكم عبالك جديدة. عجينة تخبل ومو دسمة كلش. شوفوا شلون هشة حبايبي ما شاء الله. يلا سووا هاي الطريقة والعيد جايكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتشاركوها ويا حبايبكم، وأني أشكركم على المتابعة حبايبي، لكم جزيل الشكر. باي باي.